طيب صلوا على النبي يا جماعه. من هنا ورايح اللي يشوفني بعمل حاجه على السحور هزاري يعملها، عشان انا الفتره دي مش كده فاهمين، فمحدش يقلدني لا في سحور. في فطار لا قلدوني في الفطار. فطار انا فطاري خفيف. في السحور مش عارف بتجيني انا ام المجانين دي ولا مش عارف اسمها ايه، بتهبل بروح اكل حاجات غلط اصلا. من يومين كبسه وامبارح فلافل وفول ومش عارف ايه وبتاع. فاللي يشوفني بعمل حاجه على السحور ما يعملهاش. يا اخي بص، اول حاجه احنا مش جايين النهارده. الحمد لله على السلامه مع الناس. بس والله عندي ليك نصيحتين. اول نصيحه تبعد عن عيال الربيع عشان هم اللي ضروك الضرر ده، واتمنى ان احنا كمصريين زي بعض تقبل النصيحه دي. تاني نصيحه ان شاء الله انت هتعوز علاج طبيعي بعد العمليه، تبعد عن الكائن ده لان ده يعني وامشي معاك هذا. ده انا لو عندي اصابه في صبعي مش هخليه يلمسها. صح. فدي تاني نصيحه. ليه عنصريه؟ وانا عندي نصيحه سامي يا حبيبي، بما انك انت بلدياتي ابعد عن الولد ده. لا ما اقدرش. انا والله هنا ليا لقب اسمه عمدة المصريين. لازم اي مصري اخد بالي منه. وانتوا ربنا بس اللي قادر عليكم، انت ولا هو ولا اخوك. ما له دخل. انتوا عيال الربيع، انتوا ما حدش يقدر عليكم الا ربنا اللي خلقكم. ابدا. حاضر. هنبعتها علاج طبيعي في الخارج. احنا لا اجبار. ليه قصص جملة سببها ليه؟ بعد صح؟ على اساس اللي هو التداخل في الصوت. يا حبيبي دي اقصر مذيعة في الشرق الاوسط. اعمل اللي انت عايزه، قص طول، اعمل اللي انت عايزه براحتك. هي مش فارقة معايا حاجة. هتروح فين بعد كده؟ يلا حلها يا مين اللي حط لنا الافكت؟ ما تعيطيش خلاص يا حبيبتي، تزعليش، هتطولي ان شاء الله. انت لو تسمعي كلام بابا وماما وتاكلي كويس. بالظبط كده اكيد. هو ده صوتك بجد ولا ليه؟ انا ماكله بيبي بس ساكته. طيب استنونا يا جماعه مع اسيل ان شاء الله في رمضان. مش عارف امتى، هي مش عايزه تقول لي ميعاد الحلقه بس هنكسر الدنيا ان شاء الله باذن الله. لا عشان استنونا طبعا ان شاء الله في رمضان. انا ضيف في حلقه مع اسيل الشهابي. منوره اسيلو. بنورك. عملنا حلقه النهارده صورناها وخلصنا. عجيبه. دكتور صحيح. طالع دكتور نفساني بعالجها لان هي مريضه نفسيا. بس هو الصراحه يعني الموضوع مش تمثيل لان هو حقيقي فعلا. هي هتنزل من 1 ل 30 رمضان. اسم البرنامج درب القلق، درب الجلك. صحيح. الجزء الثاني. بغض النظر انت قاعد تسولف، انا منقهره على الطول. انا والله بص موقفها فوق هنا على بلاطه وبرضه اقصر منها، فمش عارف اعمل لها ايه. البسي كعب. ما اقدر. طب انا اتصرف. لاني لو طحت راح اتالم نفسك اذا والله طحت. صح على الاقل. انا امسك الارض بسرعه. التخين بيكمم، القصير ده هو الله يعينه مفيش عمال يطول. بلاش تجرحني. تيمون. اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت، ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله. لحظه ماشي. باقي تحلي هنا. لا ما فيش قاطع سكر. ايش قصدي؟ قطع سكر. ايوه انت مش عايزها كده. لو انت قصدك ان انت حاله وبعدين اشين حاله الواحد ممكن يدوقه. الزبده بس يعني. خلينا نرجع نتطرق لموضوعنا الرئيسي. مختفي فين من اول رمضان؟ يا اما المقوله اللي قالوها صح. اول ما حسستني مره على رمضان اسبوع ولا اسبوعين. يومين كثير. يومين على ابو تركي اختفاء كثير. يومين والله كان عندي مشاغل ومهام لازم انجزها. شيك. صدقت المقولة ان الشياطين بتتربط في رمضان فعلا والله. اول مرة في حياتي شوف 30 سنة من عمري اول مرة فعلا اشوف فعلا كان في شيطان متربط. وبدليل انك ظهرت النهاردة وبعد المغرب ما تقدرش تطلع قبل المغرب، تتحرق انت نار كده تولع. استغفر ايش الكلام ده يا اخي؟ ما يصلح انك تقول لي اني انا شيطان. ماشي بتوقعني ان كله عارف حقيقتك على فكرة. شوف صراحة احسن خلاص الحين بدا وقت الروقان والصحصحان. لازم اروق وصحصح. طبعا انت كله فاهم دلوقتي ان انت قاعد عمال تشتغل صح؟ والناس كلها اشتغل وانا قاعد العب سوبر ماريو. ابو جط نفهمهم ان رجل اعمال وبتاع، ولا هو رم الاعمال باي ناحيه. والله قهر انه شاري لابتوب. والله العظيم لابتوب. لا واللي قهرك تاتش كمان ولا في اي فايده. تعال شوف الرجال اللي يشتغل. شوف بالله عليك يستغلون لابتوب. تعال شوف الشغل المهم. اكسل وشغل ما شاء الله. هذه حكايات سريه ما حد يعرفها الا والله. شوف التفاهه. شوف التفاهه اللي وصلت. نزل لابتوبك على اللي يوقف. نزل اي سوبر ماريو. والله والله اعرف حركه كم عمرك انت؟ كم عمرك؟ حركه 31 كنترول. ما اعتقدش 21 حتى. بيقفل جهاز كان بيهكر كده اهي وقفناها. ايه مش عارف وكذا
مساء الخير يا جماعة. الحمد لله فطرنا وروقنا وأكلنا وشربنا وقهوتنا وشاينا وكل حاجة والأمور تمام. خلينا نتكلم معاكم دلوقتي في موضوع للناس الرياضية والناس المهتمة انها تشتري أجهزة رياضية في البيت، سواء من سيور من درج للأجهزة اللي بنستخدمها عموما في البيت. خلينا نخش دلوقتي على موقع المهادب ونشوف عاملين ايه. عاملين طبعا عروض بمناسبة رمضان، وعاملين خصومات حلوة جدا للناس اللي مهتمة ان هي تشتري أجهزة رياضية في رمضان. بلس كل ده هديكوا دلوقتي كمان فوق الخصومات اللي هم عاملينها كود خصم اضافي هيخصم لك فوق الخصم اللي هم عاملينه. والصراحة مدلعينكم ومروقين عليكم على الاخر. كل سنة وانتم طيبين. فخلونا يلا نشوف الموقع بتاعهم دلوقتي ونشوف عاملين ايه. طيب يا جماعة، اول ما نفتح الموقع بتاع المهادب زي ما احنا شايفين هنلاقي هنا المنتجات، وهنلاقي هنا سعرها قبل الخصم وبعد الخصم. يعني زي ما احنا شايفين مثلا عندنا جهاز الاوبتيكال ده كان سعره قبل الخصم 3700، دلوقتي سعره بعد الخصم 2875. بلس كل ده ان انا هديك برضو كود خصم اضافي عليه هيخصم لك فوق ال 2875 خصم اضافي. طبعا كود الخصم بيتراوح مبلغه على حسب سعر الجهاز. عندنا هنا مثلا السيور المنزلية ده مثلا ده كان سعره قبل الخصم 6300، بعد الخصم 3500. عندنا مثلا السير التاني ده ب5175 وبعد الخصم 2900. بلس برضو قلت لك هديلك كود خصم هيخصم لك خصم اضافي فوق الخصم ايه اللي هم عاملينه المهادب بمناسبة شهر رمضان. طيب هاجي اكلمكم عن تجربة شخصية ليا مع السير اللي هو H1 من المهادب. طبعا السير يا جماعة بيتحمل لغاية وزن 140، وميزة السير ده ان هو سهل ان انت تطويه وتخزنه في اي مكان، بالاضافة ان انت بيكون فيه معاه ريموت كنترول تقدر ان انت تتحكم فيه عن بعد. بلس كل ده كمان ان ممكن تشبكه على البلوتوث لو عايز تشغل معاه سماعة والشاشة ديجيتال بتاعته. فالصراحة يعني سعر مميز جدا. فخلينا نشوف سعره كان قبل الخصم 7475 وبعد الخصم دلوقتي 4900. لو عملنا له هنا اضافة للسلة ورحنا هنا عشان نشتريه ونكمل عملية الدفع، لو جينا حطينا كود الخصم هيخصم لك خصم اضافي 127 و83. فيعني المهادب مدلعينكم في رمضان اخر دلع الصراحة.